نحن أتباع أهل البيت سلام الله عليهم نتمسك بالنظرية القرآنية التي تقول بأن مقام الإمامة الذي أراده الله تبارك وتعالى للأمة وقيادة الأمة هو جعل إلهي. قال ومن ذرية إبراهيم، قال لا ينال عهد الظالمين. أي فرد ارتكب ولو ذرة من الظلم لا يمكن أن يكون قائدا للأمة. قلب بالله، قلب التاريخ، شوف إن الجماعة شو مسوين من بلاوي من صدر الإسلام إلى غيبة الإمام سلام الله عليه. شوف هذول الخلفاء الذين لا يجوز الخروج عليهم ماذا فعلوا بالتاريخ، ماذا فعلوا بالأمة، ماذا فعلوا بسنة النبي صلى الله عليه وآله، ماذا فعلوا بذرية النبي صلى الله عليه وآله. مشردين، مقتلين، مجزرين في أرض كربلاء، بل بقاعات السجون إلى يومنا هذا. أهل البيت سلام الله عليهم ومذهب أهل البيت سلام الله عليهم محارب من أعداء أهل البيت سلام الله عليهم. لذلك علينا أحبتي في هذا الشهر المبارك بالخصوص علينا إظهار ملامح أهل البيت، مدرسة أهل البيت، صفات أهل البيت، أخلاق أهل البيت. أهل البيت يقولون كونوا زينا لنا. بيش نكون زين لكم؟ كونوا زينا لنا بأخلاقكم، بأعمالكم، بمرابطتكم، بمناصرتكم للحق، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بصلاتكم. الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. ذلك عندما نقيم مثلا الاحتفالات علينا أن نبرز مقامات أهل البيت الحقيقية التي أرادها الله تبارك وتعالى منا أن نبرزها للمجتمع.